الأفعى السوداء أقوى التشكيلات الأمنية في مصر، ولو عايز تجرب قرب. مصر بتحذر أعدائها بواحدة من أقوى التشكيلات الأمنية، البلاك كوبرا. دول بيبقوا متنقيين كده على الفرازة عشان ينفذوا أخطر وأصعب المهمات، يعني تقدر تقول كده المهمات المستحيلة، بس مش هتبقى مستحيلة على التشكيل ده. فتعالوا نعرف مع بعض مين هم البلاك كوبرا. الأفعى السوداء قوات خاصة بمكافحة الإرهاب، وبتعتمد على التميز البشري والتقني، وده لأن بيتم اختيار الضباط بناء على صفات جسدية معينة، وده لأنهم بيخضعوا لبرامج قتالية صعبة وخطيرة جدا عشان يبقوا مجهزين بشكل كامل لمواجهة أي عدو. البرامج القتالية دي بياخدوا وقت كبير جدا فيها، وفيها بيتم تلقينهم كيفية التعامل مع الأسلحة الخطيرة، وإزاي يبقوا متمكنين من مهارة الاقتحام والقتال. والموضوع مش مقتصر على تدريبات بدنية بس، لا، مقاتلين الأفعى السوداء بيخضعوا لتأهيل نفسي برضه عشان يقدروا من خلاله يتدربوا على كيفية التعامل مع أي ضغط نفسي. ده غير بقى إن بيتعمل لهم تقييمات بشكل دوري عشان يشوفوا مستواهم وصل لغاية فين. البلاك كوبرا بيتكلفوا بمهام صعبة جدا وتكاد تكون مستحيلة، زي مثلا اختراق الأماكن الحصينة واللي بيكون قاعد فيها جماعات مسلحة، وكمان ملاحقة أي عناصر إرهابية في الأماكن اللي بتكون التضاريس فيها صعبة زي الجبال وغيره. وزارة الداخلية من كام يوم نشرت مقطع استعراضي يوضحوا فيه مدى قوة الكوبرا المصرية، عشان بس اللي يفكر مجرد تفكير انه يمس الامن المصري يبقى عارف رد الفعل هيبقى عامل ازاي. ودي حاجة بسيطة من ضمن حاجات كتيرة موجودة برضه.